لغاية ما يخلص الفرح وبعدين نلاقيه. طب مش جايز يبلغ البوليس يا ست هانم؟ أنا مش هديله فرصة إنه يبلغ، وهقوله يستنى شوية لغاية ما ندور عليه كويس، وبعد ما يفوت الفرح هنلاقيه. الحكاية كلها سواد الليل يا سعدية. ايه ده؟ ايه الخبر ده يا ست هانم؟ الله. وبعدين بقى يا سعدية، انت هتخوفيني ليه؟ انا يا اختي اعصابي مش مستحملة. بس انا سمعت حاجه خبطت بره الشباك ده. الشباك؟ ايوه. طب ما تفتحي الشباك يا سعدية وتشوفي ايه اللي بيخبط. حاضر حاضر. آه. يا ساتر، يا ساتر، الدنيا ضلمه قوي بره. يا رب استر يا رب. انا عيني الشمال بترف يا ست هانم. ما ده هي لا يكون حرامي. مش بعيد يا سعدية، مش بعيد أي حاجة تحصل ما دام عين القط ده موجود في البيت. المهم، قلتي إيه؟ هتاخدي الدبوس تشيليه في أوضتك ولا لأ؟ ما اقدرش اقول لا يا ست هانم. خلاص. تعالي. تعالي لما أديهولك، تعالي. يا خبر، دي الساعة بقت 3 بعد نص الليل. مش معقول، مش معقول عبد القادر يتأخر بالشكل ده. اللهم اجعله خير يا رب. إيه ده؟ مين؟ مين اللي بيفتح الشباك؟ حركة واحدة هفرغ الرصاص المسدس ده في دماغك. حاضر، حاضر. ما تخافش، ما تخافش. مش هتحرك، مش هتحرك. في حد في الفيلا غيرك؟ لا لا، مفيش. جوزي خرج، راح النادي، لسه مرجعش لحد دلوقتي. ايوه انا شفته لما خرج. في حد تاني؟ الشغالة، بس دي نايمة في اوضتها. حسك عينك ترفع صوتك ولا تصرخي. هفرغ المسدس ده فيكي، ها؟ حاضر. بس ابعد ابعد، ابعد المسدس ده من وشي. انا مستعدة اديلك اللي انت عايزه. مش هو برضو جوزك اللي اشترى دبوس عين القط من المزاد؟ ايوه هو. يبقى هو اللي انا عايزه. عايز دبوس عين القطة؟ ايوه. هتدوني بالذوق ولا اخده منك بالعافيه؟ لا، مفيش لزوم للعافية. انا هديهولك. انا عارفة برضو من الاول. عارفه؟ كنت عارفة انك عايزه. عارفه ازاي؟